وينشئون عقائد جديدة. هؤلاء وهابية وهؤلاء أشعرية وهؤلاء. يا أخي من هل أفضل الإمام أبو حنيفة ولا الأشعري؟ ومن الأشعري عند الإمام أبو حنيفة؟ ومن الأشعري عند الإمام الشافعي؟ ومن الأشعري عند الإمام مالك؟ ومن الأشعري عند الإمام أحمد؟ حتى تنسب نفسك لرجل. إنما الأصل أن تقول أنا سني على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لا تفرقوا الأمة وتهلكون، والله تهلك. يوم القيامة ستقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لما تنسب نفسك لرجل وتترك سنة محمد الذي قال تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، الذي يقول الآن أن فلان ابن فلان فعل خيرا والنبي لم يثبت عنه فعل هذا الخير، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي اتهم النبي بأنه قصر وما علم هذا الخير وجهل هذا الخير. كما يقول الإمام مالك من فعل عبادة لم يفعلها رسول الله فكأنما استدرك على رسول الله، وهذا تشكيك أن النبي ما بلغ. لذلك لا تقبل أي عبادة لم يفعلها محمد. شروط قبول العبادات هي الإخلاص والمتابعة، بغير ذلك عبادتك عاملة ناصبة. ما الفرق بيننا وبين النصارى واليهود؟ إذا أصبحنا عبدنا الله وفق ما قال الشيخ أو وفق ما قال فلان. يا أخي حتى أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يثبت عنه أنه فعل عبادة من رأسه. الذي قال فيه محمد عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجح إيمان أبا بكر. لم يحتفل أبو بكر بالمولد، ولم يقول أبو بكر بعد موت النبي يا محمد، ولم يتوسل أبو بكر بالنبي، ولم يفعل أمور كثيرة تفعل الآن باسم الدين. فالذي يفعل هذه الأمور يقول والله أبو بكر جهل هذا الخير، وعمر جهل هذا الخير، وعثمان جهل هذا الخير، وعلي جهل هذا الخير، والإمام الشافعي جهل هذا الخير، والإمام مالك جهل هذا الخير. أنت علمته، فهمت؟ وهذا الرجل هو الذي سيقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فأصبحوا يلبسون على الناس من على المنابر، يقولون يا أخي ليش أنت تلبس شماغ؟ يا أخي العادات غير والعبادات غير. العبادات اكتملت بموت الحبيب، العادات إلى قيام الساعة. بعد يمكن 50 سنة ما تجد أحد يلبس هذا الشيء. بعد 50 سنة هل كانوا أهل مصر يلبسون هذا الطاقية؟ هذه عادات. النبي كان يلبس السيف وكان يلبس لبس خاص، لماذا ما نلبس لبسه؟ لأن هذه عادة تتغير مع الزمن. لكن العبادة التي اكتملت بموت الحبيب عليه الصلاة والسلام